قصتنا بتبدأ في استوديو تصوير أفلام مع الممثل بروس لي محترف الفنون القتالية، وهو بيعمل آخر مشهد في أحد أفلامه المشهورة. وبعد انتهاء التمثيل فجأة في مصباح تصوير عملاق وقع بالقرب منه لدرجة إنه كان هيموته، بس من حسن الحظ بروس نجا على آخر لحظة ودخل غرفته عشان يستريح. وهنا بنقابل ستاينر عضو في عصابة المافيا الأمريكية، وعرض على بروس لي إنه ينضم لعصابته مقابل مبلغ مالي ضخم بسبب قوته الرهيبة الفنون القتالية. بس بروس لي هزقه وطرده من غرفته، فستاينر وعده انه هينتقم منه باسرع وقت. بعد كده بنقابل مارشال هو قائد عصابة المافيا، واول ما ستاينر حضر بلغوا ان بروس لي رفض ينضم ليهم. فمارشال قال انهم عملوا بطولة فنون قتالية عشان يجمعوا مقاتلين من جميع انحاء العالم، منهم كارل محترف الكاراتيه، وحكيم الرجل العملاق، وجيم القاتل المأجور. ده غير انه امر اتباعه يهددوا المغنية ان عشان بروس لي ينضم ليهم غصبا عنه. وهنا بنعرف ان ان تبقى خطيبة بروس لي، وبلغته ان عصابة المافيا بيضايقوها طول الوقت بسبب ان بروس مش عايز يساعدهم. لكنها قبل ما تكمل كلامها فجأة مجموعة بلطجية سدوا الطريق بموتوسيكلاتهم، فبروس لي حاول يتفاداهم بس بدون فايدة لانه اتحاصر في النهاية، وستاينر ظهر مع اتباعه. بعد كده قال لبروس ينضم لعصابة المافيا والا هيأذي خطيبته ان. فبروس لي اتعصب بشدة وبدأ القتال مع المجرمين. في اول المعركة بروس لي اظهر مهاراته الخرافية بالفنون القتالية لانه درس الكونج فو من صغره ويعرف حركات سرية ملهاش حل. ده غير انه مسك اعدائه طحنهم واحد ورا واحد بدون رحمة مع انهم اكتر منه في العدد ومعاهم اسلحة خطيرة. لكن ستاينر الخبيث هدد بقتل ان خطيب بروس لي عشان يجبره يستسلم، وفي النهاية بروس اضطر يسيب نفسه يتضرب من اجل انقاذ حياة خطيبته. فستاينر قال له ان ده اخر تحذير ليه عشان ينضم لعصابة المافيا. بعد كده سابه ومشي. تاني يوم بروس لي قابل الضابط توم وسأله يتخلص من عصابة المافيا ازاي. فتوم كشف انه ارسل ضابط عمليات خاصة محترف بالكونج فو عشان يتجسس عليهم، لكنه مات على ايد مقاتل عملاق عديم الرحمة اسمه حكيم، ومفيش اي ادلة ضد العصابة. عشان كده الحل الوحيد ان بروس لي يسافر من امريكا ويبعد عن الخطر تماما. اما ستاينر ومارشال قائد عصابة المافيا ما سابوش بروس لي في حاله، وقرروا يبعتوا مجموعة من اخطر محترفي الفنون القتالية عشان يعملوا له كمين وقت شغله. ولما بروس لي كان خارج من استوديو التصوير فجأة المجرمين حاصروه من كل اتجاه ونزلوا فيه طحن بدون رحمة، فبروس اتصدى لهم بشجاعة رهيبة. بس للأسف كارل محترف الكاراتيه كان معاهم وقدروا انهم يكتفوه بالنهاية. بعد كده كارل قال انه قدامه اسبوع واحد بس، ولو ما انضمش للعصابة هيقتلوا خطيبته. فبروس لي حس بالقلق الشديد وقابل ان على مركب وسط البحر عشان يطلب منها تسافر بره امريكا لحد ما يخلص من عصابة المافيا. وبعد يومين لما كان بيصور احد افلامه اتفاجئ ان ان ما سافرتش، فتعصب بشدة. لكن الضابط توم طمنه وقال انه هيحميها مهما كان التمن. فبروس شكره وانطلق عشان يبدأ التمثيل. وهنا بنعرف ان جيم القاتل المأجور اللي شغال مع عصابة المافيا كان مستخبي وسط الممثلين بمسدس حقيقي. واول ما بروس لي كان بيعمل اخر مشهد بالفيلم جيم ضربه بالنار وهرب بدون ما اي حد ياخد باله، لان الجميع فاكرين انه بيمثل. لكنهم اول ما شافوا جروح بروس لي اتصدموا بشدة. بس من حسن الحظ بروس كان لسه عايش لان الطلقة ما اصابتش جمجمته. وهنا الدكتور مع الضابط توم اقترحوا ان بروس لي يزور خبر موته عشان يخدع عصابة المافيا، وبكده هيقدروا يتجسسوا عليهم ويعرفوا خططهم كلها. بالفعل خطة تزوير موت بروس لي اتنفذت، وفي جنازة عملاقة اتعملت باستخدام جثة مزيفة لدرجة ان كل الناس اتخدعوا بما فيهم افراد عصابة المافيا وان اللي كانت منهارة عصبيا. فالضابط توم حاول يهديها لكنه رفض يعرفها ان بروس لي لسه عايش عشان ما يخاطرش في حياتها. وبعد فترة قصيرة بروس لي جروحه خفت وقرر انه يلبس دقن صناعية عشان يتنكر ويتجسس على عصابة المافيا بدون ما اي حد يحس. بالفعل بروس نفذ خطته وفضل يراقب ستاينر ومارشال قائد العصابة بدون ما يحسوا. ده غير انه تتبعهم طول الليل والنهار عشان يكشف خططهم للبوليس وينتقم منهم لانهم دمروا حياته. وبعد ساعات طويلة بروس لي قدر يكتشف مخبأ العصابة السري الموجود في حي صيني فقير، وعرف انهم بيظبطوا لصفقة ممنوعات
خطيرة مع تجار يابانيين، فانتظر الفرصة المناسبة لحد ما ستاينر مشي ومارشال قائد العصابة بقى لوحده. بعد كده هجم عليه عشان يقتله لأنه أفسد حياته كلها، فمارشال نادى على الحراس وبروس لي بدأ القتال معاهم. في أول المعركة بروس استخدم رجله المدمرة عشان يخلص على أي حد وقف بطريقه بدون مشاكل لحد ما أنهى على المجرمين كلهم. بس قبل ما يقتل مارشال فجأة كارل محترف الكاراتيه وجيم القاتل المأجور حضروا، فبروس لي اضطر انه يهرب وسط الشوارع. ومع ان كارل تتبعه الا انه استغل وجود احتفال براس السنة الصينية واختفى وسط الالعاب النارية. فمارشال حس بالرعب هو واتباعه لانهم ما كانوش يعرفوا ان بروس لي هو اللي هاجمهم بسبب تنكره. تاني يوم الصبح كارل محترف الكاراتيه اشترك ببطولة فنون قتالية كبيرة جدا وتحدى محترف كونج فو خطير. بس في وسط الماتش بنكتشف ان آن خطيبة بروس لي حضرت عشان تخلص على مارشال واتباعه لانها فاكرة انهم قتلوا خطيبها، لكنها قبل ما تطلع المسدس بروس اللي كان متنكر على شكل راجل عجوز وقفها عند حدها. واول ما المباراة انتهت بفوز كارل محترف الكاراتيه قعد يحتفل مع اصدقائه في سعادة. بس اول ما دخل غرفته عشان يستريح من التعب فجأة بروس لي ظهر بدون سابق انذار وكشف تنكره، فكارل اترعب بشدة لما عرف انه لسه عايش وبدأ القتال معاه. في اول المعركة بروس لي اتفاجئ بقوة كارل الرهيبة بسبب مهارته الخرافية بالكاراتيه وقرب انه يخسر اكتر من مرة، لكنه استجمع تركيزه وقدر يسيطر في النهاية بسبب خبرته الرهيبة بالكونج فو، واستخدم بعض التقنيات السرية عشان يمسك كارل يظبطه لحد ما مسح بيه الارض. بس وسط المعركة اصحاب كارل سمعوا صوت القتال بالصدفة وحاولوا يفتحوا باب الغرفة، فبروس لي اظهر قوته الحقيقية واستخدم رجله المدمرة عشان يطبق وش كارل تماما وانهى عليه بضربة مدمرة ملهاش حل. بعد كده هرب في ثواني بسيطة قبل ما اي حد يشوفه. طبعا مارشال اتصدم من اللي حصل وقال ان الشخص الوحيد اللي يقدر يقتل كارل هو بروس لي لكنه ميت، فستاينر قال انه هيروح لمقبرته عشان يشوف جثته بنفسه. واول ما الليل دخل ستاينر فتش مقبرة بروس لي واتفاجئ ان الجثة الموجودة عبارة عن تمثال، فتعصب بشدة وعرف ان بروس خدعهم بذكائه. بعد كده افراد عصابة المافيا قرروا يخطفوا آن عشان يهددوا بروس لي بيها، وقالوا للضابط توم ان لو بروس لي ما سلمش نفسه في المستودع المهجور الموجود وسط المدينة هيقتلوا آن بدم بارد. فتوم بلغ بروس لي باللي حصل وبروس اتنكر على شكل احد العمال عشان ينقذ آن من الخطف. طبعا آن اتعجبت بشدة لما عرفت ان خطيبها لسه عايش، لكنه وعدها انه هيفسر لها اللي حصل لما يبقوا بامان، وانطلق لمحاربة افراد عصابة المافيا اللي كان معاهم موتوسيكلات سريعة جدا. في البداية بروس لي قدر يهزم واحد من المجرمين واخد بدلته الصفراء عشان يتنكر. بعد كده قضى على بقية افراد العصابة واحد ورا واحد بسرعة البرق لحد ما ركب موتوسيكل وانطلق عشان ينتقم من مارشال مع ستاينر، لكنه هو في الطريق اتفاجئ ان جيم القاتل المأجور حاول يضربه بالنار فبدأ القتال معاه. ومع ان جيم محترف باسلوب الملاكمة الامريكية الا ان بروس لي امهر منه بكتير ونزل فيه طحن بدون رحمة لحد ما افقده الوعي وعرف منه مكان مخبأ العصابة السري. في البداية بروس لي دخل برج عالي عشان يوصل لمارشال قائد عصابة المافيا وينتقم منه، لكنه اتفاجئ بمعلم فنون قتالية خبير في الأسلحة الفتاكة وبدأ بقتاله باستخدام عصا خشبية طويلة. ده غير انه ضغط على خصمه بشدة لحد ما المعلم اتعصب واضطر يستخدم النونشاكو، فبروس لي اظهر ان هو كمان معاه نونشاكو خاص بيه واستعرض مهاراته الرهيبة باستخدامه. بعد كده نزل طحن في المعلم ووجه له ضربات اسرع من البرق انهت عليه تماما. واول ما دخل تاني دور في البرج قابل معلم جودو خطير. المعلم ده ايديه مدمرة جدا وممكن يقتل اي حد بيها، بس بروس لي الذكي درس نقط ضعفه بهدوء وانتظر الفرصة المناسبة للهجوم عليه عشان يكسب القتال في ثانية واحدة بس. ومع انه كان مصاب بشدة الا انه استجمع قوته بصعوبة وكمل بطريقه لحد ما قابل المقاتل الضخم حكيم في الدور الثالث من البرج. ومن اول المعركة حكيم سيطر على بروس لي بالكامل ومسح بيه الارض بسبب حجمه الضخم. ومع ان بروس كان مجهد الا انه ركز على رجل حكيم عشان يوقعه على ظهره اكتر من مرة. بعد كده فضل يخنقه بدون رحمة لحد ما سيطر عليه وانهى حياته. فستاينر اضطر يظهر بنفسه عشان يقتل بروس لي واستخدم عصا خشبية بيها سكينة، فبروس تفادى ضرباته بسرعة البرق ونزل فيه طحن بدون رحمة لحد ما دمره تماما وصعد الدور الاخير من البرج. لكنه لما وصل لمارشال قائد العصابة اتفاجئ انه تمثال مصنوع من الشمع ولمح مارشال الحقيقي بيهرب
لسطح المبنى، فتتبعه بأقصى سرعته، ومن كتر خوف مارشال من بروس لي وقع من مكان عالي وسط الظلام وفقد حياته بدون ما بروس لي يلمسه. وده كان ملخص الفيلم. اشترك عشان يوصلك كل جديد، واشوفكم على خير ان شاء الله. again.